مساء الخير اعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو انت بتدور على فندق في مرسى علم بيجمع ما بين البحر الرملي والاكوا بارك والهدوء والنظافه والغرف الحلوه والسعر الحلو وكل المميزات الحلوه، يبقى الفيديو دوت معمول عشانك. ريفيو عن فندق كازا ماري اللي هو كان رويال تريب سابقا في مرسى علم. فندق من اجمل فنادق اللي هتشوفها في مرسى علم. استعد الفندق، هجيب لكم كل حاجه طبعا زي ما احنا متعودين بالفيديو، فيديوهات حقيقيه من هناك والصور وكمان الاسعار وكمان سياسه الاطفال، كل حاجه تخص فندق كازا ماري. فالفيديو دوت لو انت من هواة مرسى علم والبحر الجميل والحاجات دي، يبقى الفيديو ده معمول عشانك. ما تنساش لو اول مره تشوفني تنزل دلوقتي تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه بحب اتكلم عنها زي ما احنا متعودين، فهو موقع الفندق. موقع الفندق في مرسى علم قريب جدا من بورتو غالب. الفندق دوت 5 نجوم وتقييمه على البوكينج 9.6، استثنائي جدا يا جماعه. مش هتلاقوا عليه اي ريفيوهات سيئه ولا على البوكينج ولا على فيسبوك ولا على تويتر ولا يوتيوب ولا تيك توك ولا في السوشيال ميديا كلها. لو ريفيتوا حاجه سيئه عن الفندق دوت بحق تعالوا ارجعوا لي. والفيديو دوت من الفنادق القليله جدا اللي بطلع اتكلم عن فندق واقول ما فيهوش عيوب. انا مش شايف ان فيه عيوب، كل حاجه في الفندق مميزه. اول حاجه بالنسبه للغرف، فهو بيوفر لنا كل انواع الغرف اللي احنا بنتمناها، يعني سنجل متاح، دبل متاح، تريبل متاح، فاميلي روم متاح، عندهم جاكوزي روم للهاني مون برضو متاح. الفندق مناسب لكل الناس، لو انتوا عيله حلو، لو شباب حلو، ولو انتوا هاني مون برضو الفندق حلو جدا. بيوفر كمان كل الفيوهات، عندهم جاردن فيو، بول فيو، سي فيو، كل الفيوهات متاحه. طبعا كل حاجه لها سعرها، وهقول لكم برضو الاسعار زي ما احنا متعودين في اخر الفيديو. والجاكوزي روم دي طبعا حلوه جدا لو انتوا هاني مون. فالغرف طبعا زي ما احنا عارفين وزي ما احنا شايفين غرف نظيفه جدا وفيها كل احتياجاتك من فندق 5 نجوم. اي حاجه بتشوفها في اي غرف فندقيه هتلاقيها في الغرف اللي عندهم. ثالث حاجه احب اتكلم عنها في حمامات السباحه. الفندق فيه 3 حمامات سباحه، اعماق مختلفه، مساحات مختلفه، منهم حمام سباحه بياخد بطول الفندق كده. الفندق جاي على حرف كده يو، حلو قوي. يعني اي حد بيبص هيشوف حمام السباحه وهيشوف البول، هيشوف البحر، هيتبسط جدا من الفيو بتاع الفندق. طبعا الجاردن برده موجوده، فيوهات حلوه قوي موجوده في الفندق دوت. كمان الفندق بيوفر لنا اكوا بارك 8 سلايد، العاب كتيره، سلايد حلوه لو انت من هواة الاكوا بارك او معاكوا اطفال او انتوا حتى لو تيتا او جدو، فهتقدروا برضو تستمتعوا بالاكوا بارك دي وتلعبوا بيها وتتبسطوا فيها جدا. كمان فريق الانيميشن في الفندق بيوفر لنا العاب كتير، اغاني شغاله طول النهار، حفلات صبح وظهر وليل، شغالين على البول وشغالين على الاكوا وشغالين عند البحر، في كل حته هتلاقوا حفلات حلوه. رابع بقى نقطه معانا وهي من اهم مميزات الفندق وهي البحر. الفندق صف اول على البحر، فندق رملي، بحر رملي بنسبه 100%، ما فيهوش بقى ولا اقول لك شوز ولا اي حاجه. انت هتنزل هتلاقي البحر رملي بنسبه 100%، هتقدر تتمشى، تعمل سنوركلينج جوه، هتشوف شعاب مرجانيه، هتشوف دولفينز، هتشوف كل الكائنات البحريه هتنزل تحت تشوفها وانت بتعمل الغطس بتاعك ده. فالبحر بتاعهم من الحاجات المميزه قوي برده. خامس بقى نقطه وهي الاكل بتاعهم برده ممتاز جدا. انا شغال عليه حرفيا بقالي 5 سنين، مفيش حد اشتكى لي من الاكل نهائي. بيقدم طبعا نظام الاول انكلوزيف، فطار وغدا وعشاء ومشروبات والسناكس بتاعتهم حلوه. الاكل بتاعهم ممتاز، في تنوع كتير. انا ما حد بقى بيكلمني يقول لي انا عايز اروح فندق في كل حاجه ما اخرجش من الفندق والاكل فيه ممتاز، ما احتاجش اكل من بره، معايا اطفال، معايا الكلام ده كله، اقول له روح على فندق دوت في مرسى علم. ما دام انت عايز مرسى علم، الفندق ده الفطار غدا عشاء حلوين جدا. عمر ما حد اشتكى لي من الاكل ولا اشتكى لي من المشروبات ولا اشتكى لي من السناكس ولا اشتكى لي من المعامله ولا اشتكى لي من اي حاجه. وطبعا البارات برده متوفره في كل مكان. فالفندق فعلا حرفيا ما فيهوش غلطه يا جماعه. بحر حلو، حمامات سباحه، اكوا بارك، غرف حلوه، معامله حلوه، تسكين سريع، فندق هادي، في حفلات حلوه، كل حاجه في الفندق مميزه. لو سالتني ايه العيوب، انا في كل فيديو بحط خانه كده للعيوب مع تقسيمات الفيديو دوت مفيش تقسيمه للعيوب، عشان فعلا الفندق ده عمري ما شفت فيه اي عيوب. اما بقى بالنسبه للاسعار، فالفندق دوت من 1/6 لغايه 30/6 الغرفه الدبل في الليله ب 600. طبعا المواصفات اللي احنا قلناها دي، الغرفه الدبل في الليله ب 600، فدي حاجه كويسه جدا. السعر ده في الليله لفردين وطفلين، طفل تحت 12 وطفل تحت 6. اما من 1/7 لغايه 31/7 فالغرفه الدبل في الليله بتبقى ب 700 برضو الفردين وطفل تحت 12 وطفل تحت 6. الغرفه الدبل في الليله ب 8000 جنيه من 1/8 لغايه اخر 9. الدبل في الليله ب 8000 جنيه، ده سعر الغرفه الدبل في الليله.
طبعا انتوا بقى لو عايزين تريبل هقول لكم سعر التريبل، هقول لكم سعر السنجل. لو عايز بول فيو هقول لك بتزيد قد ايه، سي فيو بتزيد قد ايه، لو عايز الفاميلي روم بتزيد قد ايه، لو عايز الجاكوزي روم بتزيد قد ايه. فابعت لي طبعا على الارقام اللي هتظهر قدامك دلوقتي، ده رقم الواتساب. قول لي انت عايز تحجز في انهي فتره، وانتوا عددكم كام، عدد الاطفال كام، اعمار الاطفال كام، وانا هقول لك كل اللي انت عايزه. او اكتب لي تحت في كومنت هل ايه رايكم في الفندق دوت، هل اسعاره فعلا مميزه بالنسبه لمواصفاته ديت، هل الفندق دوت مش حلو، لو حد راح جربه وقال ان هو مش حلو اثبتوا لي وقولوا لي دوت، وقولوا لي ايه اللي ما عجبكوش في الفندق. فانا عايز تفاعلكم وعايزكم تقولوا لي محتاجين فيديوهات عن ايه الفتره اللي جايه. وما تنساش تعمل لي لايك للفيديو، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وشكرا.